السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معتز أحمد من قناة أحلى شغل. طبعا يا جماعة وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده تحت في العنوان بتاع الفيديو ده. يعني بصوا، حركات ياما هتحصل النهارده في الحلقة دي وحاجات ياما قوي، ويا رب تكون حلقة يعني تعجبكم إن شاء الله. يعني حاجات ياما هتحصل قوي في الحلقة اللي احنا فيها دي، أكل وبلع وزلط وحاجات ياما قوي. طبعا يا جماعة الحلقة دي زي الجزء التاني من نفس الجزء الأولاني من بتاع فيديو التعبان برضو اللي هو الجزء الأولاني. يا رب يكون عجبكم. طبعا يا جماعة اللي ما اتفرجش على الفيديو الأولاني بتاع الجزء الأول برضو من نفس المحتوى ده كده، إن التعبان بيلتهم الفريسة بتاعته قدام الكاميرا. اللي ما اتفرجش عليه هيلاقيه تحت في الديسكريبشن. عشان طبعا يا جماعة وعدتكم في الجزء الأولاني طبعا إن أنا هعمل لكم جزء تاني من نفس المحتوى ده كده. ويا رب يكون عجب الجميع طبعا الفيديو الاولاني، ويكون يعني كان فيديو كده حلو ظريف لطيف كده. يلا بينا نخش بقى على المدعكه اللي احنا داخلين عليها دي. يلا بينا. بس طبعا يا جماعه قبل بس عايز انبه على حاجه. قبل ما نخش على الحاجات اللي احنا داخلين عليها دي والفيديو اللي احنا داخلين عليه ده. طبعا في ممكن ناس تقول لي طب انت دلوقتي هو عايز ياكل التعبان، طب انت بترميله ليه الفار؟ في طبعا المشهد يعني للبعض مؤثر، للبعض زي خطير مش محبوب لبعض الناس، وفي ناس بتحب الجنان كده زي فبتحب الحاجات دي. طبعا انا عايز انبه على حاجة، ان انا عايز اقول لكم او اقول للناس اللي عايزة تفهم انا ليه بحط له فار، ليه بحط له حاجة حية ليه كده. انا لازم عامله على طبيعته. كل حيوان يا جماعه وليه طبيعه. يعني يا جماعه دلوقتي مثلا القطه ليها طبيعه، الكلب ليه طبيعه، كل حيوان وليه طبيعته. فده التعبان عامل ايه؟ هو تعبان ده ليه طبيعته، لازم ياكل حاجه حيه قدامه، لازم حاجه يعني فريسه كده قدامه بتتحرك كده. ياكل بقى اي حاجه، دي الطبيعه بتاعته. زي ما بياكل بره، زي غير اللي انا مربيه اي حيوان بره بري بياكل اي حاجه قدامه. فطبعا يا جماعه التعبان بالذات وهو جعان ما فيش بياكل اي حاجه. طبعا يعني ياكل بقى اي حاجه قدامه، فريسه قدامه، كتكوت بقى، فار، اي حاجه من دي فلازم ياكلها. طبعا انت مش حابب المحتوى ده، ما تخشش الفيديو من اساسه من عنوانه تحت. العنوان بيوضح تحت ايه هو كده. يلا بينا نخش على المدعكه دي. يلا بينا. اهو طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين التعبان وهو بيلتهم الفريسه بتاعته. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين لو ركزتوا تحت كده في العلبه اللي التعبان اللي بياكل فيها، في دم كده، في يعني بصوا يا من كتر العصر ولا من كتر الضغط اللي كان على الفار، نزل من الفار دم. التعبان نزل من الفار دم. طبعا يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين يعني راس الفار كلها جوه بق التعبان. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم، اللي ما اتفرجش على الجزء الاولاني من نفس المحتوى ده كده، والفار الاولاني كانت يعني حلقه وكان بيحاول يجيبوا، كان الاتنين بيلعبوا جوه العلبه. طبعا اللي ما اتفرجش على الفيديو ده ينزل عليه تحت في الديسكريبشن، ينزل يتفرج عليه دلوقتي. وزي الفيديو نفس نظام الفيديو اللي فات، هوريكم التعبان بعد ما اكل خالص، زي بعد ما اكل كده بنص ساعه ولا بساعه الا ربع كده، بعد ما قعد كده وهضم كده وقعد كده مية مية وروق على نفسه كده. هوريكم طبعا فين الفار في بطنه بالظبط. هوريكم الفار وهو في بطن التعبان فين بالظبط، وبطنه عامله ازاي بعد ما اكل. اهو طبعا يا جماعه هوريكم، بصوا يعني كل حاجه بالديتيلز بتاعها. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، عمال يبلع بقى فيه، يفضل كده يعافر معاه يبلع فيه. هو طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين هو بيحاول يتمكن منه اكتر، يعني زي بيلف اهو. طبعا يا جماعه اهو لسه بقول لكم زي بيلف كده عليه اكتر من بجسم التعبان، بيلف عليه، بيلف على الفار اكتر من ورا كده عشان يعرف يملكه في بقه اكتر ويعرف ياكله. طبعا هو هيفضل يعافر معاه، يفضل يمين شمال كده لغايه لما يخلص على اخره خالص. يفضل يبلع كده فيه اهو لغايه لما يبلعه
نهائيا بنسبة 100%. يا جماعة زي ما انتوا شايفين يعني مشهد الصراحة، بصوا اوعى يعني. البعض زي ما بقول طبعا للبعض يعني زي خطير او مش محبوب او كده، والبعض يعني عادي. اهو طبعا يا جماعة، طبعا لو انتم ملاحظين برضو عمال يعني زي بيمسكوا كده من ورا وعمال ياكل فيه، بيجي بيمسكوا بجسمه كده وعمال بقى يبلع بقى فيه. هو كده يعني بنسبة 25% الفار جوه بق التعبان. وراسه كلها اهو يعني كده عند بعد الزور بالايد زي ما انتوا شايفين اهو. اهو طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين يعني سبحان الله برضو يعني تحس ان التعبان قدامك يعني فيس تو فيس كده قدامك، ان هو صغير مثلا او بص دماغه قد النمنامة مهما كان صغير، ما بقى يعني مهما كان كبير مهما كان صغير تحس ان هو صغنن، بالذات التعابين الصغيرة. وبعد كده لما بتكون جعانة وبتاكل اي حاجة قدامها تحس ان يعني الرئة عندها بتفتح جدا، تفضل يعني التعبان عنده استعداد يفتح الرئة بتاعته بطريقة يعني لا تتخيلوها. اهو طبعا يا جماعة، طبعا يا جماعة عايز انبه برضو الحاجة الفريسة او الاكل يعني بتاع التعبان، طالما التعبان مثلا شايفه كبير عليه او مش هيقدر ياكله، او طبعا لو يعني مش هيقدر يعصره ومش هيقدر ياكله مش هياكله. ده عايز افهمه لكم ان هو اللي زي عامل زي اللي بيقيسوا كده، يعني انا مثلا حطيت فار كبير حبة على التعبان، عمره ما يجي جنبه عمره، حتى ولا حتى يعني زي عمال بيقيسوا كده على بقه، لا مش هقدر اجيبه خلاص سيبه عم الحاج. بيفضل معاه يوم اتنين تلاتة 10 سنين في العلبة مش هياكلها طالما كبيرة عليه، اكبر من حجمه يعني. اه طبعا يا جماعة اهو الراس بالبطن، فاضلش غير يعني زي ورا كده عند الرجل، رجله من ورا بديله كده. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين يعني الرئة عمالة تفتح 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 عند اهو عند التعبان. اهو طبعا يا جماعة كل يا معلم كل، كل انت ولا تشغل بالك انت، مية مية انت كل بس انت وخلاص، ولا تشغل بالك باللي حواليك كل. لا انا وشفتيش. اهو طبعا يا جماعة اهو جالكوا كده اوضح حبة قدام الكاميرا، مفضلش يعني غير يعتبر ديل الفار. اهو زي ما انتوا شايفين. اهو طبعا يا جماعة يعني مية مية يعتبر كده، يعتبر يعني خلص على الفار بنسبة 85%. اهو طبعا يا جماعة، يا عمي تعالى كده يا عم، يا عمي تعالى كده يا عم قدام المشاهدين يا عم الحاج، تعالى كده تعالى كده قدامهم هما قدامهم، تعالى كده تعالى كده كده حبة. اهو طبعا يا جماعة كده بلعوا نهائيا، كده بلعوا بنسبة يعني شكرا، كده بلعوا بنسبة يعني 100% خلاص. اهو طبعا يا جماعة التعبان دلوقتي اهو هيجي كده هتشوفوا فين، تحس ان البطن التعبان طبعا منفوخة، الفار بقى عمال ينزل في بطنه، يفضل ينزل كده ينزل لغاية بقى لما بيوصل عند حتة معينة كده في جسم التعبان، ويبدأ بقى طبعا يتحلل والتعبان بقى ينزل فضلاته ويبدأ بقى يجوع تاني اهو، يبدأ بقى يهدمه. يعني من بعد الأكل بساعة مثلا يبدأ بقى عملية بقى الهضم بقى، يهدم اللي هو أكله ده. أهو طبعا يا جماعة التعبان كله أهو قدامكم، طبعا الفار زي ما انتوا شايفين أهو
اهو قدامكم يا جماعه. اهو طبعا زي ما انتم شايفين، تحس ان الفار جوه اتمدد كده، مش عارف ازاي. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين الفار في بطن التعبان عامل ازاي. برضه هوريهولكوا بعد ما يعني هوريهولكوا بالتفاصيل وهو من قريب اكتر عشان تشوفوه اكتر. اهو كده، شكرا كده، خلص اكل بالله انا مشفتيش يا عم الحاج. طبعا يا جماعه كده زي ما احنا شفنا الفار تاكل بنسبه 100%. يعني زي التعبان ده ما خدش وقت زي التاني اللي هو الجزء الاولاني. كانت حلقه كده يعني تحس ان هي طويله حبه ومثيره جدا. ان هو طبعا الفار كان بيحاول يهرب من التعبان والتعبان كان هيحاول يجيبه. كانت حلقه الصراحه يعني، يا رب تكون عجبت الجميع باذن الله. طبعا الفار ده اتاكل على طول ما خدش معايا وقت، لقيته اتاكل على طول. ما لحق يعني، ما حسيتش بيه، والله ما حسيت بيك يا ابني والله العظيم. طبعا يا جماعه دلوقتي هوريكم زي ما وعدتكم في اول الفيديو، هوريكم الفار في بطن التعبان فين بالظبط، في جسم التعبان فين بالظبط، وهوريكم كل حاجه بالتفاصيل وهو التعبان قريب اكتر من كده. يلا بينا ونرجع تاني مع بعض. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين التعبان طبعا خلاص بعد ما اكل وهضم وشرب عصير وكله كده كده فانت معاه. طبعا يا جماعه بس يا عم بلا بت بلا بتاع بقى. هنا طبعا يا جماعه تحسوا ان هو بقيت يعني جسمه هنا اهو، جسمه عادي اللي هو جسم التعبان العادي، وهنا منفوخ حبه. هنا يا جماعه اهو جسمه عند بطنه كده تحس ان هو منفوخ. طبعا ده مكان الفار، هنا الفار. فطبعا بعد هيك هو كده هضم حبة بعد ما اكل كده، يعني بعدها بنص ساعة ساعة كده بالكتير كده هضم حبة. طبعا هو كان منفوخ طبعا اكتر من كده، بس يعني زي كده يعني قعد كده والفار عمال طبعا بيتحلل جوه. هنا اهو يا جماعة الفار، بس يعني بص هو بيستعد لي عايز يمسك صباعي بأي طريقة. هنا طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين الفار اهو، هنا اهو. طبعا يا جماعه زي ما انتم شفتوا كده الفار فين، طبعا في بطن التعبان بالظبط. تحس ان بطن التعبان طبعا منفوخه، ده كده يعتبر يعني بعد ما هضم حبه كده طبعا يعني بعد ما اكل بساعه او ساعه الا ربع كده ولا ساعه كامله كده يعتبر هضم حبه. طبعا بقى بعد ما بياكل طبعا التعبان مش عايز اقول لكم بقى بيبقى في نشاط ينزل يحارب اقسم بالله يا جماعه. بيبقى في نشاط رهيب، حتى بيكون عايز يعض. طبعا زي ما انتوا سمعتوا صوته كل ما قرب منه كنت واقف قدامه، بس كنت واقف قدام التعبان بعمل كده بايدي عمال يعمل لي كده. طبعا يعني بيبقى في نشاط رهيب، وزي ما انتوا عارفين ده غير لما بيبقى قبل ما ياكل بيبقى زي هلكان حبة. بيعض وكده بيبقى مطلع عين اللي ماسكه، بس برضه بيبقى هلكان وبيبقى مش بيعض برضه زي الاول. طبعا بيبقى في فرق شاسع في النص، بيبقى فرق ان هو بعد ما ياكل وقبل الاكل. طبعا يا جماعه يا رب يكون الفيديو عجبكم، وقلت لكم زي ما انتم عارفين الجزء الاول تحت، وحلقه يكون يا رب عجبت الجميع باذن الله. وانتظروا مني كل الجديد الفتره الجايه باذن الله، واخطر يعني عايز اقول لكم الفيديوهات اللي جايه كوكتيل كده يا جماعه ما بين الكوميديا والاثاره، كده كوكتيل متخلف كده ما بين الكوميديا والاثاره. فيديوهات اثاره طبعا يعني مش عايز اقول لكم ضرب نار ضرب نار باذن الله الفتره الجايه. وما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد واحلى شغل.